المولى سبحانه وتعالى يقول في كتابه: من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تقوى القلوب تعظيم شعائر الله في أيام الحج، ومن شعائر الله كذلك ومن تقوى القلوب تعظيم عودة الحجاج من الحج وحسن استقبالهم، كما سمعتم في الأبيات أنها كانت عادة من عادات الأمة المحمدية أنهم يحسنون استقبال الحجاج، بل وربما خرجوا إلى مسافة من مدنهم استقبالا للحاج وفرحا به وابتهاجا بقدومه، وخاصة أن السابقين كانوا يعلمون معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والذي يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه مستجاب الدعاء، لأن صحيفته يستأنف فيها العمل من جديد. كل الصحيفة السابقة التي كانت على الإنسان بما فيها من أوزار، بما فيها من ذنوب، بما فيها من تقصير، بما فيها من عيوب، بكل ما فيها من مظاهر الظلم بين الإنسان وبين نفسه، يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. وما كان بينه وبين الناس يختلف الأمر فيه، فإن كان أراد الله تعالى أن يحمل عنه التبعات غفر له، كما هو معلوم في عرفات أن الله يغفر الذنوب حتى على أهل التبعات. وإن أراد الله أن يأخذ بنصيب من حسابه فذاك أمر عند الله، ولكنه يظل مستجاب الدعاء، يعطي الله سبحانه وتعالى من التقى به ومن ارتبط به ومن حصل منه الاستغفار. فالحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج.